الألعاب الناجحة هواي، كل لعبة ناجحة يحاول الناس يقلدوها حتى يسوون نسخة بسيطة عنها وأحيانا نسخة مطورة عنها. على سبيل المثال لعبة ببجي تعتبر أول لعبة أجت بطور الباتل رويال اللي هو عبارة عن جزيرة ينزل بها 100 لاعب وواحد فقط اللي يعيش، وبفضلها ظهرت مئات الألعاب الثانية اللي حققت نفس نجاحها تقريبا. واليوم فكرة المقطع راح أجرب نسخ باتمان اللي من جوجل بلاي، وراح نشوف هل هي سيئة أو لا. جيب شي تاكله ويا المقطع وبس انجوي. اللعبة الأولى اسمها بات سوبر هيرو مان هيرو جيمز. التعليق الأول من سام يقول شو دخلكم في فري فاير؟ فري فاير عمك. أوكي، الظاهر صديقنا متيه. التعليق اللي وراه من Go Howl Hukochiro. يقول لعبة سيئة جدا، كما إن هذا الإنترنت وكل الصور مجرد كذب واحتيال والجراف السيء. لو كان بإمكاني أن أضع ولا نجمة لوضعت صورة النجمة، أنصح بعدم تحميلها. طبعا هذا مو صوتي، هو صاحب التعليق هيك صوته بالواقع. المهم خلونا نجرب اللعبة. أول ما دخلت اللعبة طلع لي الجوكر وهارلي كوين، وهذول اللي ما لهم أي دور بالقصة. المهم راح أحاول أختصر عليكم، ويبدون يسوون مشاكل بالمدينة وتجي الشرطة وتسجن الجوكر. بعدين هارلي كوين دمر سيارتهم بأن تروح ترافي جدا. أخيرا راح أعيش دور باتمان وأنقذ العالم. أوكي، ما توقعت. خذت سيارتي الرهيبة وطبعا أنا ما قصرت، سويت لهم إبادة. شفت بنية وسويت لها الشغلة بالثلاثية بس طلعت الغيزر فائقة. المهم اشتريتها من قوتي حولتها البالونات، واكتشفت أسرار ما كنت أعرفها عن باتمان، مثل إنه يقدر يفجر السيارات القريبة منه. وأخيرا كملت المهمة، ربطت فيها 2 بنات. ما كنت أدري باتمان يسوي هيك. تقييمي للعبة: قصة 1/10، رسومات 2/10، وجيم بلاي 9/10 لأن أكو شغلة بثلاثية. بس نروح للعبة اللي بعدها. اللعبة الثانية بات هيرو دارك جرايم سيتي جيم. التعليقات أغلبها كانت إيجابية. مثلا عندنا مصطفى يقول اللعبة تستاهل أكثر من 1,000,000 نجمة. هو بخلي نجمة واحدة، اللي يشوف تستاهل 1,000,000 نجمة لو لا. شارك طور العالم المفتوح وطور القصة. طور العالم المفتوح ما كان بيه شي مميز، بس قدرت من خلاله أعرف قدراتي. اكتشفت إنه أكو سكنات وجذبني سكن واحد منهم أحصل عليه حتى لو كان هذا آخر عمل أفعله في حياتي. نروح لطور القصة، اللي أول ما دخلت لقيت صايرة معركة بين هاي العصابة اللي يطاردون سيارة إسعاف مدري ليش وبين الشرطة، وهنا يجي دوري. قتلت العصابة وأخذت سيارة الإسعاف واحتفلوا بي وفرحنا. هنا تنتهي المهمة الأولى. المهمة اللي بعدها كانوا كمية يلحقوها عصابة واتصلت علي وانطلقت بكل سرعتي، وبالطريق وقفنا هذا حتى يقول لي إنه هو يغار من جمالي. المهم سحبت عليه ولقيت العصابة، وبنص القتال من عبقريتي شمرت 2 ويب قتلت نفسي. عدت المهمة من البداية وقتلت العصابة، وشلت البنية بهذا الشكل المثير للشفقة ووديتها للمستشفى. وننتقل للمهمة اللي وراها العصابة تنقل بضاعة. رحت أكمل المهمة وشفت هذا اللي غار مني مرة ثانية وسحبت عليه كالعادة. دخلت المقر العصابة وأخذت سلاح السكار وأخذت قتالهم. كملت المهمة. وتتذكرون لعبة التسعينات القديمة على السيجا Streets of Rage Classic؟ كانت معروفة باسم حرب الشوارع. فجأة لقيتني جاي ألعبها بس بأسلوب باتمان. ما أطول عليكم، راح أسوي لكم اختصار للمعركة. وأخيرا طلع لي بوس باللعبة. ورا ما فزت سويت الشي اللي يسوي أي باتمان ثاني بالحياة. وهنا تكون انتهت تجربتي للعبة. صراحة اللعبة مو بذاك السوء، بس أكيد ما تستاهل 1,000,000 نجمة مثل ما يقول بعض الناس. تقييم النهائي 4/10. وبس نروح للعبة اللي بعدها.
اللعبة الثالثة Playing Bad Card Transform Robot. صراحة التعليقات كانوا قسمين، اللي يقولون اللعبة حلوة وتستاهل 5 نجوم، واللي يقولون اللعبة سيئة وما تستاهل ولا نجمة. بس أكيد المشاهد ما يهتم رأيهم، المهم رأيي صح؟ أوكي، هسه واحد يقول أبو سالفتك الزفت. المهم أول ما دخلت اللعبة والأنيميشن ما كان أحسن شيء، كان اكو مراحل واللعبة كان بها قصة بس باللغة الإنجليزية. بس لا تخافون، راح أطلع لكم موهبتي المكبوتة. خرج جاك وجودي ولوك من مطعم من المدينة واندلع إطلاق النار، وفي ضباب الفوضى قام زعيم العصابة هيكتور بتوجيه سلاحه نحو المدنيين الأبرياء، وبشكل مأساوي وقع أوكي آسف. وبشكل مأساوي وقع جاك وجودي ضحية لهذا الاعتداء. لقد كانت هذه اللحظة قوية في حياة الشاب لوك، وجاءه حارس البر الذي يسعى بلا كلل لتطهير هذه المدينة. ثم بدأت رحلة المدينة التي تحتاج إلى بطل خارق، الخفاش الخارق. عليكم الله شلوني أنفع مدبلج صح؟ إذا أنفع مدبلج خلي لايك، وإذا ما أنفع مدبلج خلي اشتراك. نرجع للعبة اللي هذا اللي قام يدربني حتى أنتقم من العصابة اللي قتلوا عائلتي، وبعد سنوات من التدريب اجى دوري حتى يصير عندي نفس البدلة اللي عنده. المهمة الأولى كان اكو شخص سرق حقيبة من بنية ومهمتي أهزمه، وكان هو أقوى شخصية باللعبة كلها حرفيا. بس المهم فزت. المهمة اللي بعدها أوقف سطو بنك، كانت المهمة سهلة بزيادة وفزت. المهمة اللي بعدها أوقف عصابة اقتحموا مستشفى، وكانت سهلة همية. بس اللي بعدها مميزة لأنه انطوني أجنحة نفاثة، والسبب إنه الأعداء راح يكونون فوق بناية. وتمت المهمة. والمهمة الأخيرة أقتل آخر عصابة بالمدينة، كانت صعبة شوية لأن الأعداء عددهم هواي. وخلصت المهمة الأخيرة. اللعبة مو أحسن شي بها جلتشات، فأنا أوقف ويا الفايكنج ضد الديناصورات، والتقييم النهائي 2 من 10. اللعبة الرابعة باد داش فان رانر. التعليقات كانت واقفة، فرحت قلت وصف اللعبة اللي كان يقول إنه هي لعبة سهلة وحلوة ومحترمة وما بيها تعقيد، وهالشي مبين من الصور والتها. فقلت خل أجربها، ويا ريتني ما قلت، راح تعرفون ليش بالمقطع. دخلت للعبة وهي عبارة عن 10 مراحل. الجيم بلاي عبارة عن باتمان يركض وبس تضغط على الشاشة راح يقفز، والهدف إنه تمشي مسافة معينة، واكو عوائق لازم تتفاداها اللي تطلع بشكل عشوائي، وكل ما تخسر تعيد المرحلة من البداية وتتغير أماكن العوائق. كل ما تقدمت بالمراحل اكتشفت انه ما يتغير شيء، غير انه لازم امشي مسافة اطول وتتغير خلفية المرحلة، والاوضاع مقبولة للان. بس حرفيا من بعد المرحلة الرابعة عانيت معاناة مو طبيعية، واكثر من مرة فكرت اكنسل على اللعبة وما اضيفها للمقطع. وهو هذا اللي كان المفروض اسوي، بس اللي منعني كان عندي فضول اعرف شنو بالنهاية مال اللعبة. قلت بلكت القى قصة لو بوس لو اي شيء مميز، فكملت لحد المرحلة السابعة وتنرفزت وسحبت على اللعبة. ورجعت اليوم الثاني وحرفيا ظليت 3 ساعات احاول، واكتشفت اصلا انه اللعبة مو صعبة، اللعبة بها خطأ بالبرمجة. مثل ما قلت لكم انه العوائق تظهر بشكل عشوائي، كل ما تخسر تتغير اماكنهم بشكل عشوائي، فممكن يجي الموب ويغلق عليك الطريق، وممكن تلقاهم متجمعين بطريقة ما تقدر تتفاداها الا بالحظ. ما راح تفتهم الا اذا جربت اللعبة. بس مع ذلك حاولت هواي وضغطت على نفسي، واخيرا كملت كل المراحل. ونعم ما كان اكو بوس ولا قصة ولا اي شيء، وضيعت 4 ساعات من حياتي. وطبعا اقيم اللعبة صايب 1000 من 10. لا تلعبوها ابد، اذا شفتوها بالشارع ركضوا بكل سرعتكم. وبس هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. هذا اول فيديو لي، فكرة بسيطة حبيت انشر عنها. ان شاء الله راح اسوي فيديوهات افضل. اكتبوا لي فكرة المقطع الجاي بالتعليقات، راح اقرا كل التعليقات. وبس مع السلامة. Hi, I'm Batman. Do you need help?